من تل أبيب إيتان عروسي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي السابق والمحلل العسكري. سيد إيتان، ما رأيك بالهزيمة التي نالها الجنود الإسرائيليون في نحال عوز؟ أولا مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. اللي حصل في عملية نحل عوز امبارح حصل كمان اليوم، ولكن اليوم في كمان كثير من المخربين تاع حماس اللي انقتلوا على يد الجنود الإسرائيلية. ولكن أنا أريد منكم أن لا نرى عملية واحدة أو ثانية أو شيء زي هيك. لازم نحكي على كل المعركة. شو القصة بكل هي المعركة؟ شو القصة أنه لا يستطيع أن يعني كل عام وأنتم بخير، وهم ليسوا بخير بسبب الاعتداء الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على غزة. القصة يا سيد إيتان أن إسرائيل، الجنود الإسرائيليين الذين تدافع عنهم، قتلوا أكثر من 1000 مدني في غزة في أيام عيد الفطر المبارك. القصة أنه هنالك أكثر من 1000، حوالي 1200. القصة أن هنالك أكثر من 7000 جريح. أنت تقول عن حماس مخربون، وهؤلاء المخربون بين هلالين إذا كانوا قتلوا جنودا، لم يقتلوا مدنيين. أنتم قتلتم مدنيين. هذه هي القصة.